بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بيكم في قناة مطبخنا المصري. والنهاردة ان شاء الله هنعمل القرع العسلي. هنشوف طريقة التقطيع وهنعمله مربى ان شاء الله. طبعا هو بيتعمل منه حاجات كتير بس النهاردة هنعمله مربى. هنبدأ نشوف هنقطعه ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. هي جامدة قوي اهي. ناخدها كده طبعا الشريحة دي ممكن تكون كبيرة فهنقسمها عشان نعرف نقشرها، بس اما نخلصها الاول. طبعا احنا عارفين ان القرع العسلي فوائده كتير جدا، حتى القشر بتاعه برضو ليه فايدة، ان احنا بنعمل بيه وشنا، بنعمل بيه البشرة بتاعت الوش. ودلوقتي بعد ما قطعناها كده اهو كده للاخر، هنبدأ نقطعها من هنا كده كده، بتسلك كل حتة لوحدها. ودلوقتي هنبدأ نقشرها ونقطعها. نقشرها كده الأول، بننزل البذر بتاعها ده. طبعا البذر ده ما بيترماش، بنغسله وننشفه وبنحمصه، بيبقى اللب الأبيض اللي احنا عارفينه اهي. لو عريضة بنقسمها كده، بيبقى سهل تقطيعها وتقشيرها اهي. ونقطعها بقى مكعبات هنا. اهي خلي بالنا من ايدينا من السكينة اهي. اي مكعبات عشوائي كده هخلصها بنفس الشكل ده كده اهي. ونرجع نشوف هنعمل ايه كمان ان شاء الله. ودلوقتي بعد ما قشرتهم وقطعتهم زي ما احنا شايفين، انا جايباها 7 كيلو ونص، عملت 4 كيلو ونص. فانا هتعامل معاها على ايه الاساس ده المتقشرة والوزن بعد التقشير والتقطيع. قسمتهم الاتنين. هفضي هنا كيلو الا ربع سكر. طبعا اللي عاوز يزود براحته، بس هو كده كفاية قوي. ده كيلو الا ربع، وده برضو كيلو الا ربع. هقلبهم في السكر كده واسيبهم لبكره ان شاء الله، ونشوف هنعمل فيهم ايه كمان باذن الله.
بقلبهم كده بالسكر اهو، بغلفهم يعني كلهم بالسكر وبسيبهم لبكره، وهنشوف هنعمل ايه كمان ان شاء الله. ودلوقتي زي ما احنا شايفين بعد ما سبتهم اكتر من 7 ساعات، انا كنت قايله ان انا هسيبهم لتاني يوم، بس بصيت عليهم اهو اكتر من 7 ساعات، بصيت عليهم لقيتهم منزلوا الميه بتاعتهم، انا مش عايزه اكتر من كده. ولو سيبناهم لتاني يوم برضو مفيش اي مشاكل عادي. دلوقتي هجيب الحله وهفضيهم كلهم على بعض. شايفين الميه دي من غير اي اضافه ميه والله خالص، السكر بس بيخليه ينزل الميه بتاعته اهي. السكر افضي حبه ميه من هنا اغسل السكر. وافضي الجزء التاني. برضه هحط حبة مية ننزل السكر. هوديهم على البوتاجاز ونشوفهم لما يستووا ان شاء الله. وده شكلها بعد ما استوت زي ما احنا شايفين، مفيش مية خالص اهو، انت بتبصي بتلاقيها كده خلاص مفيش بخار طالع، يبقى مفيش مية اهو كده استوت خلاص. دلوقتي هعمل خلطة اهو من غير ما بنضربها ولا في خلاط ولا في اي حاجة اهي، مجرد ما بنهرسها كده هي كده خلاص بس. وده الشكل النهائي لمربى القرع العسلي. جربوها ان شاء الله هتعجبكم، وبالهنا والشفا. واذا عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وشكرا.